ومضات رمضانية في نفحات صوفية للدكتور الشيخ محمد بن الشيخ عبد الستار المفرع الجنابي. السلام عليكم ورحمة الله أحبتي الكرام، مع حلقة جديدة من ومضات رمضانية. الحمد لله المستعان، والصلاة والسلام على عظيم الشان سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الإحسان. أما بعد، فالمقامات السبعة عند الصوفية هي كسبية ليس وهبية، بتوفيق من الله تعالى لعباده، فيتولد ذلك من إحسان الله تعالى عليهم وعطفه عليهم. وشرط هذه المقامات الصفاء والود مع دوام الذكر وموافقة القلوب لله وبذل المجهود والمبالغة في الثناء على المحبوب. وكل مقام له عبادات وطقوس خاصة ومدة معينة، فإذا أتمم السالك هذه المدة المقررة في المقام انتقل إلى المقام الآخر، وهكذا بالنسبة لبقية المقامات. وعلى الرغم من أن عدد وترتيب المقامات يختلف بين طريقة وأخرى، إلا أن أغلبية الطرق تتفق على السبعة التالية، وهي التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا. وسنعرف كل واحد منهن تعريفا مبسطا إن شاء الله. فالتوبة هي الاعتراف والندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود الإنسان على ما اغترفه. أما الورع وهو التوقي عن كل حرام، أي ترك جزء من الحلال والمباح لعدم الوقوع في الحرام. أما الزهد فهو الرضا بالقليل والقناعة بالميسور. فقال بعض الصوفية: لباسنا ما ستر وطعامنا ما حضر. أما مقام الفقر وهو تجلي حال فقرك أمام غنى الله تعالى ولو كنت تملك كل شيء، وهذه حالة من أحوال الإقرار بالربوبية لله تعالى، تصديقا لقوله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أما حال الصبر فهو حبس النفس والتجلد وحسن الاحتمال دون جزع، تصديقا لقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أما التوكل وهو الاعتماد على الله والاستسلام له، وأن تثق بما في يد الله خير مما في يدك. أما الرضا هو القبول والاستحسان بطيب خاطر والموافقة والائتلاف. قال الشيخ عبد القادر قدس سره: لو كنت صادقا لكنت موافقا، ولو كنت آلفا لما كنت مخالفا. أمنوا معي: ربنا اجعلنا ممن صرفت إليه وجهك وهبت له عفوك وفتحت له بابك وأفضت عليه أسباب عصمتك ووكلته إلى نفسك، واجعلنا بمقام الرضا وحال الرضا، واجعل مآبنا الجنة إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله.
إلى حلقة أخرى من ومضات رمضانية في نفحات صوفية.